ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا وعصر تشابي ألونسو، ثنائية لاعبين ريال مدريد وكوارث تحكيمية. بحلقة اليوم تحليل مباراة ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا، وفي كلام حيزعل جماهير ريال مدريد. أتمنى تتابع الحلقة من البداية حتى النهاية، لأنه بنهاية الفيديو حتوافقني الرأي في كثير من الكلام. قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، ويلا ندخل بالتفاصيل. 7 أسباب جعلت ريال مدريد يظهر بهذا الشكل أمام مارسيليا. السبب الأول تشكيلة خاطئة، وتحديدا في ثلاثي خط الوسط. مارسيليا من نوعية الفرق التي تبني من الخلف، بالإضافة تمتلك مهاجم جدا قوي. أنت كمدرب لازم تبدأ بسيبايوس في خط الوسط بدل من فالفيردي للسيطرة على خط الوسط بشكل كامل، لأن فالفيردي لاعب بوكس، يعني لعبة مباشرة أمام المرمى، لأنه أنت خسرت معركة الوسط، بالإضافة ووضعت الحمل على تشاوميني واردا جولر بشكل جدا كبير. لهذا السبب استقبلت الهدف الأول، بالإضافة كان ممكن تستقبل الهدف الثاني والثالث. السبب الثاني هي الأخطاء الفردية عند لاعبين ريال مدريد. الهدف الأول لصالح مارسيليا تحملها اردا جولر كليا، لأنه بالغ في الاحتفاظ بالكرة. الأخطاء بخط الوسط في هذه المباراة توضح لك السبب الأول، البدء بتشكيلة جدا غلط. طرد كارفخال حرفيا غير مبرر من لاعب يمتلك خبرة أوروبية جدا كبيرة، بالإضافة إلى الأخطاء في المباراة السابقة بشكل جدا غريب. السبب الثالث الأنانية عند لاعبين ريال مدريد اللي جدا مبالغ فيها. لاعبين ريال مدريد لو تركوا الأنانية في هذه المباراة كانت انتهت المباراة تحديدا 5-1 لصالح ريال مدريد. أنانية ماستنتونو كانت حرفيا مشكلة كبيرة، يحاول يصنع لقطة من أي شيء، بالإضافة إلى فينيسيوس واردا جولر جميعهم يبحثون عن لقطة في هذه المباراة. لماذا كيليان مبابي حجر أساس في تشكيل تشابي ألونسو؟ لأن كل 3 فرص يسجل فرصة، بالإضافة إلى فرصة تكون خطيرة أمام المرمى. السبب الرابع نجاح أسلوب ديزيربي، البناء من الخلف، إنه يعرف ريال مدريد غير حاد بعملية الضغط، بالإضافة لكسب الكرة الثانية طوال المباراة. أيضا هذا السبب يوضح لك البدء بتشكيل خاطئ، وعدم البدء بسيبايوس للسيطرة على خط الوسط. لكسر فكرة ديزيربي وهي البناء من الخلف لازم تبدأ في سيبايوس. السبب الخامس هو إصرار تشابي ألونسو على أفكار الغير واضحة في ريال مدريد إلى حد الآن، عدم الثبات على تشكيلة أساسية إلى حد الآن. لحد الآن لا توجد أي فكرة واضحة لهدف سجله ريال مدريد طوال المباراة السابقة، لأن دائما أهداف ريال مدريد في المباراة السابقة تكون إما عن ضربة ركنية أو هجمة مرتدة أو حلول فردية تحديدا من كيليان مبابي. السم الوحيد عند تشابي ألونسو إلى حد الآن هو خط الدفاع. السبب السادس هو اختفاء الحلول الفردية عند لاعبين ريال مدريد في هذه المباراة. إلى حد الآن ريال مدريد هذا الموسم لا يمتلك لاعب يمتلك حلول فردية جدا واضحة، بعكس المواسم السابقة التي تكون في أي مباراة هنالك لاعب يمتلك حل فردي، لكن مع تشابي ألونسو أصبح الفريق أكثر تكتيكيا من الحلول الفردية. السبب السابع مان تو مان للاعبين ريال مدريد. ديزيربي يعتمد على فكرة مان تو مان تحديدا للاعبين خط وسط ريال مدريد، وتحديدا عند اردا جولير، بالاضافه للتحولات السريعه من لاعبين مارسيليا واستغلال اخطاء لاعبين ريال مدريد، وتحديدا في خط الوسط. بالنهايه ريال مدريد انتصر لانه يمتلك شخصيه ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا. نروح سريعا على تقييم لاعبين ريال مدريد في مباراه مارسيليا. كورتوا 6 من 10 لانه قدم مباراه جيده، بالاضافه للتصديات كانت نوعا ما حاسمه. كاريراس 6.5 من 10 لانه قدم مباراه جدا ممتازه، بالاضافه للمسانده الهجوميه. هويسن 6 من 10 لانه قدم مباراه جيده الى حد ما. ميليتاو 6 من 10 قدم مباراة جيدة، وتحديدا لأنه راجع من إصابة. كارفخال 2 من 10 لأنه قدم مباراة جدا سيئة، بالإضافة لعملية الطرد. تشاوميني 8 من 10 قدم مباراة جدا كبيرة، بالإضافة صنع 3 فرص. فالفيردي 6.5 من 10 إلى حد ما قدم مباراة جيدة ولكن لم يظهر بالشكل الممتاز. أردا جولير 5.5 من 10 قدم مباراة جدا سيئة، بالإضافة تسبب بهدف. رودريجو 8.5 من 10 بالإضافة قدم مباراة جدا ممتازة، تسبب بهدف وصنع 3 فرص. باستنتونو 5 من 10 قدم مباراة جدا كارثية، بالإضافة يبحث عن لقطة شو. امبابي 10 من 10 سجل هدفين، بالإضافة صنع 6 فرص، وجميع البدلاء لم يقدمون أي حلول إضافية للفريق. وما رأيك بأداء ريال مدريد مع تشابي ألونسو إلى حد ما؟ لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.